السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا شي بخير وعلى خير. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نتكلموا على واحد الموضوع اللي هو مهم. اول حاجه خصك ديرها من بعد ما كتحط رجلك في ايطاليا، من بعد ما دزتي من شرطه الحدود وطبعتي الباسبور ديالك، اول حاجه اللي خصك ديرها يعني خصك تعرف بانك ما خصكش تفوت واحد القانون اللي هو سيمانه يعني وانت في ايطاليا، وخصك تمشي تعلن الوجود ديالك هنا في ايطاليا. اول حاجه خصك ديرها وهو انك خصك تجمع الوثائق ديالك، الباسبور والعقد الزواج اللي جيتي بهم من المغرب مترجم ونور وسطى، يعني كتديهم معاك البريفيتورا. من بعد كيعطيوك واحد ابونتامينتو اللي هو رونديفو. يعني في هذا الرونديفو هذا خصك تصنت لواحد الحصه اللي هي فيها 5 سوايع، فيهم كتصنت القانون ديال الدوله وشنو هما الحريات وبزاف ديال الحوايج كيتعلقوا بالدوله الايطاليه. وهاد الحصه هذه ضروريه انك خصك تحضر ليها، حيت هي ايجابيه وكيعطيوك شي نقاط يعني مزيانين ليك نتايا. مثلا من بعد ما كدوز لواحد المده في ايطاليا وعندك الحق انك تدفع الجنسيه، الا مثلا حافظتي على الايصال اللي هو الروسي الا عطاوهم لك في هذه الحصه هذه، يعني ما كتحتاجش الامتحان ديال البي اونو، يعني بهذا الروسي هذا عندك الحق تدفع الجنسيه. وفي نفس الوقت هما كيسجلوا انك علمتي الحضور ديالك وحضرتي لهذا القانون هذا. وثاني حاجه خصك ديرها من بعد ما كدوز هذه الحصه هذه، يعني كتمشي للبوسطه باش انك توجد باش تبصم وتصايب البيرميسو دي سوجورنو ديالك وتصايب شهاده السكنه ديالك. كتخلص في البوسطه تقريبا 111 اورو باش انك تاخذ موعد باش تبصم عند الكويستورا. كيعطيوك موعد انك باش تمشي دير البصمات في الكويستورا بالنهار وبالدقيقه وبالساعه، يعني كيعطوك توقيت محدد. من بعد ملي كيوصل هذاك الموعد كتدي معاك الوثائق ديالك اللي هو الباسبور ديالك، وكتدي معاك داك الروسي اللي عطاوك في البوسطه باش خلصتي ديك 111 اورو، وكذلك كتدي معاك جوج تصاور تكون الخلفيه ديالهم بيضاء. وكذلك يمكن لك تمشي للكوموني قبل ما تمشي للكويستورا الا بغيتي تصايب شهاده السكنه ديالك. يعني ونصيحه بالنسبه اللي تيكون جايب معاه رخصه السياقه يعني اللي هو البيرمي وفايت عامين، يعني الا كان فايت عامين عنده الحق انه يدير شهاده السكنه، ولكن بشرط الا كنتي باقي ما كملاتش عامين، يعني يلا خديتي البيرمي في المغرب باقي ما كملاتش ليك عامين، يعني من الاحسن ما يديرش شهاده السكنه حتى كتفوت عامين على هاد رخصه السياقه هذه، حيت هادو من الشروط اللي تيطلبوهم الا بغيتي تبدل البيرمي ديالك الرخصه الايطاليه. يعني من الاحسن تخلي تكمل عامين من بعد عاد دير شهاده السكنه. وملي دير شهاده السكنه البيرمي ديالك زرب عليه في اقرب وقت ممكن ملي كدير شهاده السكنه، يعني ما تخليش يتعطل عليك، حيت كيقولوا لك ماكسيموم 4 سنين، ولكن من الاحسن تزرب عليه حيت كاينين بزاف ديال القوانين كيتبدلوا وما تعرفش شنو كيجيبوا لنا. يعني الا ما كنتيش غادي تعمل شهاده السكنه يكفي انك تصايب شهاده الضيافه، يعني كتاخذ غير سميتها لوسبيتاليتا، يعني ما تاخذش شهاده السكنه، دير غير لوسبيتاليتا وتسنى حتى كيفوت عامين على البيرمي ديالك، وديك الساعه يمكن لك تصايب شهاده السكنه وتدفعوا باش تبدلوا. وثاني حاجه يعني من الاحسن واحد من تيكون هو باقي جديد هنا في ايطاليا، اهم حاجه هو خصو يديرها وهو خصو يمشي يتعلم اللغه في المدارس الايطاليه اللي هي ما كتخلصش شي حاجه كثيره، يعني 20 اورو في العام، يعني وغادي ينفعك، يعني حيت ملي كيتسالى لك البيرميسو اللي فيه 5 سنين يعني عندك الحق انك تدفع الكارطه الدائمه، وضروري كيطلبوا واحد الامتحان اللي هو ادوي، يعني وانت خص يكون عندك هذا الليفيلو هذا اللي هو ادوي. الا قريتي العام الاول والثاني تقدر تحصل عليه وتقدر تحصل على اكثر من هذا الليفيلو هذا. عندك الحق تقرا شحال ما بغيتي، يعني ما نوقفوش هنايا، من احسن انك تزيد لقدام، وكل ما زدتي في الليفيلو يعني كيكون لصالحك نتايا. من بعد ما كتقرا العام الثاني تقدر تحصل على شهاده بي اونو اللي هو كيطلبوها في فاش كتكون عندك 10 سنين ديال السكنه هنا في ايطاليا، يعني عندك الحق انك تطلب الجنسيه وكيطلبوا هذا الامتحان هذا. هادو هما المعلومات المهمين بالنسبه لي اول واحد دخل هنا لايطاليا. نتمنى انكم استفدتوا من هاد المعلومات هادو. ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد، باش نواصلوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. مع السلامه.